بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. متابعي قناة فنون وأسرار مطبخي، أهلا وسهلا بكم. جبت لكم اليوم عصبان تونسي على بأيادي صوفيا وبطريقتي. نبدأ نقول لكم على المكونات. طبعا المكون الرئيسي هو الأحشاء، يعني الخروف تكون منقية ومغسولة، وعبارة يعني على المصران ورئة الخروف يكونوا مغسولين منقيين مليح. كنت تكونوا غسلتوهم بشوية خل وملح، كذلك تصمتوهم يعني تطبخوهم شوية، تغلوهم تصفوهم وتقطعوهم رقاق باش نحشو بهم العصبان. المكون الثاني وشوية لحم، يعني لانه العصبان وحده ما راحش يكون بنين من غير ما تضيفوا له شوي من اللحم اللي عندكم، حتى سكالوب دجاج او داندو اذا كان متوفر عندكم اللحم الاحمر. والان رانا في عيد، ديروا له شويه من اللحم باش يجي بنين. لزمني بقى من المعدنوس كذلك مقطع ومغسول. كذلك ربطة من السلق نفس الشيء، يعني مقطع ومغسول. حبتين من البصل مقطعين بهذه الطريقة. يكون عندي الهريسة كذلك، وطماطم مركزة. الهريسة اختيارية وحسب يعني ما تقدروا تحملوا من حرور. والأهم شيء لازم يكون عندنا هو الكرشة، تكون مغسولة ومنقية، لكن هنا الكرشة ما نصمتوهاش، يعني ما تغلوهاش، تخيطوها يعني على شكل أكياس. ومن الأفضل الجهة الحرشة يعني تجي من الداخل، ما تكونش من برا. كاين اللي يحبوا ينحوها، لكن نحبها تكون هكا أفضل. كذلك لازم يكون عندي كأس من الأرز كنت غسلته، والقليل من الزيت. ولازم يكون عندي كمية لبس بها من الثوم مهروس مع فلفل أحمر جاف كما تشوفوا، حوالي راسين من الثوم. كنت هرستهم مع شوية فلفل أحمر يابس، راس الحانوت، التوابل. كذلك عندي بابريكا والملح والكركم، وإذا كنتوا تحبوا تضيفوا توابل أخرى كل الخيار لكم. نبدأ نحضر معكم. جبت هذه الجفنة، وجيبوا بسينة تاع نيلو أو قصعة ألمنيوم، المهم حاجة واسعة. أول حاجة راح نديرها نبدأ بنخلط في اللحم، يعني هذه عين الدوارة، فيها الرئة وفيها المصارن. شرحت لكم مش كنت درت لها من قبل. نحطها هي الأولى، نضيف عليها كمية اللحم اللي راح نديرها، إما تكون قطعته رقيق أو تكون ورحيته. راح نبدا نطوح هذا اللحوم مع بعضها، وندير لها واش لازمها من توابل. نحط معها البصل، نحط كمية الهريسة والطماطم المركزة، نبدا نضيف التوابل، بابريكا، الكركم وشوية ملح. ما تزودوش الملح لانه اذا جا مالح راح يخسر لكم الطعم. نحط الثوم اللي كنت هرسته مع شويه فلفل احمر يابس، كميه لابس بها لانه راح يدير لنا تفاحه تاع العصبان. وراس الحانوت حوالي ملعقتين صغار تاع قهوه. نحط عليهم كميه من الزيت وندعكهم شويه، واللي يحب يدير يعني مرسو زبده. انا راح ندعك هذه المكونات مع بعضها باش تدخل هذه التفاحه في بعضها. الأحسن أني أخليها ترتاح شوية، ومن بعد نضيف لها الخضر اللي عندي اللي هي السلق ولا المعدنوس، لكن ما عنديش الوقت، راح نحضرها مباشرة معكم. راح نضيف كمية من المعدنوس، حوالي ربطة من المعدنوس. هذه الكمية اللي عندي راهي أكثر. ونضيف نصف الكمية اللي عندي من السلق لأنها أكثر من ربطة، كذلك يعني ربطة سلق. نضيف كمية الأرز اللي هي كاس أرز كنت غسلتها.
نبدأ نخلط المكونات ندخلها في بعضها جيدا، وباش نبدأ نحشيها في الأكياس تاع الكرشة. كنت حضرت كل شيء باش ما يطولش معكم الفيديو، طريقة مختصرة ومفيدة. بعد ما كنت دخلت الحشوة في بعضها، الفرق بينه وبين العصبان التونسي انه احنا الكبدة والاخر ما نديروهاش في الحشو ونشوها يوم العيد. هذا الفرق الوحيد اللي بيننا وبينهم. هاي بعد ما كنت خيطتها قلت لكم الجزء الاحرش هذا يجي من الداخل. نبدأ نحشيها ونعاود من بعد بعد ما نحشيهم راح نعاود نسكرهم بالإبرة والخيط. وين يجوها العصبانات تقدروا تستعملوهم في الأطباق التقليدية كيف المسقال، بركوكش، كسكس السلق، بندراق، أو تديروهم في مرق خاص، يعني كاين مرقة العصبان. المهم ما تحشوهمش ياسر، ما تخليهمش مزيرين باش من بعد في الطبخ ما ينفجروش. هنجيب إبرة وخيط وراح نسكرها أمامكم. نسكر هذا المخيط تاع اللحم. يعني بغرزة الحاشية، يعني غرزة عادية. بعد ما تطيب الخيط يعني راح يكون سهل انه يتنحى وحده، يعني ما تقلقوش منه. راح نكمل بقية المخابز تاع العصبان نرجع لكم. الآن وجد عندنا العصبان. ما يميز العصبان تاع الجنوب الجزائري انه في الاخير نحمصوه في شويه زيت ونثقبوه باش من بعد ما تنفجرش الحبه تاع العصبان اللي عندنا. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الوصفه. كذلك ما تنسونيش بالاشتراك للي ماهوش مشترك، كذلك اللايك حتى توصل لهذه القناه للعديد من الناس ويستفيدوا.
كما تشوفوا تقدروا ديروه في طبق الكسكسي أطباق التقليدية، أو ديروه بمرق خاصة به، يعني تقلوه مع اللحم وطيبوه في أطباقكم التقليدية كما البركوكش أو المسقة أو الكسكسي اللي تحبوا عليه. إلى اللقاء في وصفة جديدة مع أم أيمن، نتمنى تكونوا استفدتوا.